التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق بشارة عيسى جاد الله الوزير المفوض من رئاسة الجمهورية والمكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات، كما قام الجانبان المصري والتشادي بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك. وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التكامل والتعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين. ومن جانبه أكد الفريق بشارة عيسى حرص بلاده على عمق العلاقات العسكرية مع مصر باعتبارها محور الاستقرار داخل القارة الإفريقية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.